عمرك حسيت مرة انك بتتعب وبتحاول وبرضه حاسس انك متأخر عن كل اللي حواليك، كأنك في سباق وكل يوم بتصحى بتلاقي الكل سبقك؟ حاسس كده ولا انا بس ولا ايه الدنيا؟ يعني انت مثلا بتحاول تثبت كل يوم ان انت مش فاشل، وحتة انك بتحاول تثبت نفسك انك مش فاشل دي مرهقة ذات نفسها عن الفشل. ودايما تلاقي نفسك بتقارن نفسك بغيرك، مش علشان خاطر ان انت كاره له النجاح، ولكن انت بتبقى حاسس هل انا ماشي صح ولا انا ماشي غلط ولا ايه الدنيا بالظبط. انا مش خايف ان الناس سبقتني، ولكن انا خايف ان انا اكون بحاول من زمان ومش عارف اوصل لحاجه. والمفاجاه ان كل الناس بتفكر كده، حتى الناجح ذات نفسه بيفكر بنفس الطريقه. يعني انا مثلا من كام يوم كنت بقلب في الريلز، فانا شايف ناس قدامي، واحد يقول انا نجحت، واحد يقول انا وصلت لكذا، واحد بيعمل حاجه انا مش بعرف اعملها. طب ايه ده؟ ابص للكلام ده كله واقول طب انا فين من ده كله؟ طب انا وصلت لايه؟ طب انا فين بالظبط؟ والاجابه ان انا مش متاخر ولا حاجه، ولكن انا ممكن اكون تايه شويه. ففي فرق كبير قوي بين ان انا متاخر وبين ان انا لسه في الطريق وهوصل. فبقيت بقدر الامكان ان انا احاول ان انا اقلل وقت السوشيال ميديا علشان خاطر ان انا اركز على حياتي اكتر وما اركزش على حياه غيري. وبقيت بحاول بقدر الامكان ان انا كل يوم اعمل انجاز حتى لو صغير جدا. مش بكتب حاجات كتير، ولكن بكتب لو حاجه واحده حتى لو هي صغيره قوي، بس المهم ان انا اعملها. وبقيت بدل ما اقعد اقول يا يوسف انت متاخر، لا انا مش متاخر ولا حاجه، ولكن بقيت ابص لامبارح. طب انا زودت ايه عن امبارح؟ انا ممكن في معلومه ما كنتش عارفها امبارح وعرفتها النهارده. فمحدش فينا متاخر، ولكن شغل ان احنا بنقارن حياتنا بحياه غيرنا. ممكن يكون هو شغال بقاله 10 سنين وانا لسه شغال بقالي سنه. وفي فرق كمان بين اللي بدا ومعاه دعم وبين اللي بدا من الصفر. فممكن تلاقي واحد قدك يا حبيب قلبي ومتجوز وعنده عيال، وتيجي تبص طب هو احنا فين من الكلام ده كله برضه؟ فتيجي تبص تلاقي ان في حد دعمه، ممكن اهله اغنياء، ممكن ان هو وصل لده بالطريقه الفلانيه، انت ما عندكش ده ولكن ربنا كاتب لك طريق تاني خالص. فما ينفعش ان احنا نقارن حياتنا بحياه غيرنا. كل واحد له رزقه، كل واحد له طريقه، كل واحد له خطه حياته وقصه حياته المختلفه عن التاني. فيا صاحبي والله انت مش متاخر، وكده كده هتوصل، بس اصبر وكمل في الطريق اللي انت ماشي فيه.